كتستورد الجزائر معظم عتادها العسكري من روسيا، وكتعتبر بالنسبة لروسيا أكبر زبون في شمال إفريقيا، وربما في إفريقيا بالكامل، وهي حليف استراتيجي، أو على الأقل هكذا توهم العالم. لكن ملي جا وقت الإعفاء من التأشيرة تعفوا مجموعة ديال الدول الإفريقية من الدخول إلى روسيا، وكانت المفاجأة صادمة. تعفى المغرب، تعفى تونس، ودول إفريقية أخرى حصلت على الإعفاء إلا الجزائر. الجزائر تركت خارج القائمة، وكأنها كما قال لافروف ذات يوم بلا وزن بلا هبة ولا قيمة. هذا التجاهل هو ماشي عفوي في الواقع، إنه كيعكس واحد النظرة ديال موسكو للوزن الحقيقي للنظام الجزائري. نظام فقد الهبة ديالو بالفعل وتحول إلى عصابة في نظر مواطنيه، وفي نظر معارضيه، وكذلك في نظر مواطنيه سواء في الداخل أو في الخارج. لافروف كان تحدث بصراحة عن غياب وزن وشخصية هذا النظام، والسؤال اللي هو اليوم ضروري الإجابة عليه: واش روسيا فعلا بحاجة لهذا النظام في شمال إفريقيا، ويمكن لا تحسب له شي حساب؟ والنظام اليوم غارق في أزماته، وحول قضية الصحراء المغربية إلى قضية وجودية بعدما تأكد على أنها أصبحت قضية أممية، وأن الأطروحة ديالو أصبحت تراوح مكانها، وأن الأمر يتعلق بأطراف من بينهم هي الجزائر وليس بطرفين، كما حاولت الجزائر أن تمرر النص الأخير أو تضغط من خلال صياغة نص يربي طموحاتها لتزكية أطروحتها حتى يمكن أن تعزف أسطوانتها المشروخة.